السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ اموركم على خير؟ نتمنى جميعا يا ربي تكونوا على خير وبخير. وتحياتي لاخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، فيما كنتو وفيما كنتو يا احلى متتبعين يا الزوينين الغاليين على قلبي. لا يخطيكم، وشكرا لكم على المشاهده، شكرا على اللايكات، شكرا على الكومنتات الزوينين. الله يجعل ربي يحفظكم، الكومنتات كيبقاو مفتوحين والاراء ديالكم الله يجعل ربي يسر عليكم ولا لا يخطيكم اخوتي العزاز. المهم احبابي غادي ندخل انا وياكم تعرفوا على آية بشري، اكيد راكم كتعرفوها، والسريده والشينويه. خوتي العزاز انا ما غاديش ننتقدهم، بالعكس هادشي اللي كيديروا تنشوف يعني قدوه للانسان، من واحد فقير يزيد واحد القدام. كيفاش الانسان يطور حياته، كيفاش الانسان يقلب على الحلول لحياته، حتى ولا رضا مشهور واخا غير بالمعيور. وشوفوا واخا هكا يعاير ما غاديش ننتقدوا. المهم اليوم راه شفناهم داروا الخطبه الرسميه ديالهم اللي هو آية بشري. تنتمنى ان شاء الله باذن الرحمن يعني ما يجيش يوم ويقولوا لك صافي حنا تفرقنا وما بقيناش غنتخطبوا. راه كان راكم نتوما كما عارفين في السابق راه كان مع حريوده راه داروا نفس السيستيم ونفس القضيه ونفس الحنه ونفس النقافه ونفس، فهمت اخوتي العزاز؟ ولكن حنا كنتمناو في هاد الايام المباركه ان شاء الله وفي هذا السنه يكون هذا الشيء بصح. والانسان ليش لا لما يكون فقير يدور على حل، يدور كيفاش يطور نفسه، يدور كيفاش يقلب على حلول، يدور بالعكس باش ما يكونش الانسان واحد منهار وجالس اخوتي العزاز فرقنا وجالس يبكي وجالس يطلب ليا في البشر. اللي يطلب الله، واللي يعرف الله. هاي لا حبك الله حباب عبادك فيك، ديما كنقولها. سبحان الله، ها هو ولا مشهور ولا كيدير الاشهارات ولا واخا الانسان راه كان في الامارات اخوتي العزاز. الامارات الا ما كنتيش لا مولاتي راه ما عندك ما تصوري من الامارات. والامارات الا ما كنتي تتنوضي بكري والدول على برا راها صعيبه. حنا ماشي دابا واحد كينوض كيبقى يقول لك لا والامارات خايبه، لا وفلانه خايبه، لا دوله خايبه. اي دوله فيها الخيب وفيها الزون، ولكن رغم ما الناس كيعايروه ورغم ما الناس كيقولوا له لا وانت كنتي كدير داك الكلام الفاحش اللي كيقول الانسان عليه، اصلا بنادم يعلم غير الله. واش انت اختي نهار كان كيدير كنتي معاه؟ واش انت اختي قولي لي دخلت عليك بالله، واش انت كنتي شايفه بعينك باش تنوضي تتعايري واحد تتقولي سير على كنتي كدير انت اختي راه ما كنتيش معاه. بينه وبين الله ما كيعرفش الانسان شنو اللي داير. اصلا ما عندكش كيفاش تحكمي على البشر. قال لك انا كنت في دوله الامارات غتحكمي عليه بان راه كان تيدير شي حاجه خايبه؟ لا بالعكس، راه ماشي كاع الناس في الامارات كيديروا الحاجه الخايبه، ولا الناس في المغرب كيديروا حاجه خايبه، ولا الناس في شي دوله اخرى كيديروا اللي بغى يدير الخايب راه كيديروا، واللي بغى يدير الزر راه كيديروا. راه كيكون الانسان اختياره على مادام الانسان تيخرج من بلاده راه كيكون راشد وعقله واعي وكبير وما غيلعب بك حتى شي واحد وما غيحرش حتى شي واحد. لو بغيتي اختي طريق الله اللي كيحبوا المسلمين ها هي، بغيتي الطريق الخايبه ها هي. ورغم ما الصعوبات اللي في حياته ورغم داك الماضي اللي عنده خايب ورغم الوالدين ما فرطوا فيه ولكن خاص الانسان ياخذ هذا السيد كمبادره كقدوه. شوفوا الانسان اللي تيكافح وتيدوز في الهضره ديال عباد الله، حيت الهضره ديال الناس اخوتي راه كترد غلور، راه كتخليك تنهاري. واحد ما عارف عليك حتى شي حاجه، ما عارف بينك وبينه والو، ما كيعرفك غير على السوشيال ميديا اولا كيعرفك على بعد. وكيبقى بنادم تيعطب فيك في الهضره، واللي هذوك السلبيات كتاثر على الانسان وتيبدا بنادم يبكي وتيبقى اصلا. البنات والله الا نصيحه مني، شتو اللي بغى يزيد القدام ما يشوفش وراه. نساو اخوتي العزاز شي حاجه، ما كاينش شي واحد اللي دوزه حلوه، ما كاينش 1%. الا دازت حلوه من هنا كاينه مره من جهه اخرى. راه اخوتي العزاز ما كاينش شي حاجه حلوه مليان 100%، ما كايناش. غير اللي تيبقى يكذب عليكم وكيبقى يتباهى وكيبقى يبين لكم انا وانا وانا وانا. ترقبي عليه تلقاه كيبكي بكي الدم. حيت انا كنشوف بحال هذوك الناس اللي كيبقاو يتباهاو بحال هكاك. انا والله الا راجلي داير لي، وانا والله خوتي العزاز غير الكذوب، قسما بالله غير الكذوب. كل شيء عنده مشاكل، كل شيء عنده، لا في الحياه الزوجيه ولا في الحياه العاديه ولا مع صاحبك ولا مع امك ولا مع باك ولا مع خوك ولا مع عمك. المهم الانسان تا واحد ما عايش هاني. داكشي علاش اخوتي العزاز اللي كيهضر صريح بحالي وحس بصراحتي يخلي لي اختي الكومونتير ديالو الزوين.
يقول لي واش كاين شي واحد اخوتي العزاز اللي عنده داكشي 100%. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز. الانسان راه غير ما كيرضى، كاين اللي ما تيرضاش، كاين اللي كيدس مشاكله، كاين اللي ما كيبغيش، ولكن كما كتشوفوا رضا قدامكم، ها هو اليوم تخطى كاع داك العقبات اللي عنده في حياته وزاد القدام، والحمد لله. راه كنشوفوا زعما الصراحه تبارك الله، راه دويرته زوينه، حياته تنظمات، ولا بنادم كيعطيه قيمه، ولا تيعرف حسابه، ولا بزاف واخا كيهضروا عليه بالهضره الخايبه. واخا حنا علاش ما نشوفوش اخوتي العزاز واحد كيطور نفسه من بلاصه لبلاصه زوينه؟ علاش ما نشجعوش؟ علاش الانسان تيبغي يبرك عليك تبقاي في ديك الحفره النيت ديال المشاكل، ولا في ديك الحفره الخايبه؟ علاش بنادم خوتي المغاربه الزوينين القلب الزوين ما يدفعوش بالانسان اللي تيشوفوه غادي من واحد الماضي خايب لواحد البلاصه زوينه؟ ولكن انا ما كنقولش على رضا ولد الشينويه هو اللي عنده ماضي خايب، لان انا ما حاضرش معاه، الله اعلم. انا كنقول بعض القنوات اللي كيعايروه اللي كيهضروا عليه بحال هكا، الله اللي تيعلم. انا اللي تنعرف زعما ما كنشوفش فيه شي حاجه ديال العيب، وصراحه جاتهم الحنه زوينه ومقلضم تبارك الله. خايتي على تقلضي ما كريده، ما انتي من المغس، ما انتي من المخملين، ما انتي من المصبنين، ما والله الا داك المعيار ديالو كيضحكني انا قسما بالله. بعض المرات تيتفوجي معاه. وعاوتاني كي قالت احري ودا هاد الفريخ الشتا مسيريره وزوينه، فهمتوا؟ غير هي حاسه برويصه شويه خايتي. شكرا. اخايتي حاسه برويصه، والله يكمل اخوتي بالخير. اختي تنتمنى ان شاء الله الله يكمل عليهم بالخير، والله ييسر امورهم. خليو لي البنات الاراء ديالكم، وعلاش اللي ما نشوفوش شي واحد تيدير شي مبادره زوينه في حياته نزيدو نشجعوه ونزيدو به للقدام. اما مساله ماضي ولا مساله عنده شي حاجه ولا هذاك الشيء بينه وبين الله وبينه وبين حياته وبين راسو، ما عالم عليه حد، ما عارف عليه حد. مع الانسان علاش يحرقه ولا علاش يقول ليه لا راه فيك وهو ما عالمش؟ مادام الانسان ما كيشوفش بعينيه يبقى يقول الله اعلم. ما كاينش لاش الانسان غيبقى يضرب فيه ولا يقول ليه فيك ما فيك. بس الحمد لله زعما الانسان يفرح اللي كتشوفي واحد كيبدل من حياه السوء كيبدل الافضل. هذا بالعكس تشجعيه وديري قدوه قدامك كما كانت الظروف. المهم خليوا لي اخوتي الاراء ديالكم، بارطاجيو لي الفيديو الله يسهل عليكم، وخليوا لي اللايكات الله يحن عليكم. وغنقول لكم هنا مع السلامه البنات، والله يخلي لكم صحيحتكم ويخلي لكم وليداتكم واميماتكم. ما تنسوا ما تبخلوش عليا باللايكات، هذا فضلا وليست امرا منكم اخوتي العزاز. انا ما كنامركمش، هذا الفضل منكم. تخليوا لي الاراء ديالكم وديروا لي البصيمه، الله يجعل ربي يسر عليكم وتشاهدوا لي الفيديو من الاول حتى الاخر. وشكرا احباباتي العزاز، ومع السلامه اخوتي للفيديو قادم ان شاء الله غدا ان شاء الله بحال هاد الوقيته. مع